اكيد عرفتوا الفيديو بتاعي عن ايه النهارده. الفيديو بتاعي النهارده عن حاجه لازم كلنا نعملها. الوقت ده اللي احنا فيه محتاج مننا اللي احنا نتصدق كتير قوي، وندعي للامه الاسلاميه كلها ربنا يرفع عنها الوباء والبلاء والغلا والكوارث، ويحفظ بلاد المسلمين وشعوبها يا رب. النهارده هنعمل اطعام. متعه الاطعام ده مش هيعرفها الا اللي عملوا قبل كده، واللي ما عملوش انصحه يعملوا ان شاء الله باقل القليل، ان شاء الله بشوكولاتايه. ممكن تجيبوا حاجه حلوه ملبس وتوفي وتوزعوه على الاطفال. انفقوا مما تحبون، يعني كل واحد يشوف هو بيحب ايه ويوزع منه. ممكن ما تعملوش وجبات، ممكن تشتروها جاهزة. ممكن تشتروا من السوبر ماركت باتيه وعصير، ممكن أكل. يعني شوفوا انتوا بتحبوا ايه، كفتة، سمك، جمبري، برجر. أي حاجة انتوا بتحبوها اعملوها حتى لو كميات قليلة، مش شرط الكمية تبقى كبيرة. يعني انتوا حتى لو بتعملوا البرجر انتوا بتحبوه بلحمة بلدي فتعملوه بلحمة بلدي. انتوا بتحبوا ممكن تاكلوه بلحمة مستوردة، ممكن تعملوه بلحمة مستوردة لو انتوا بتاكلوها، لكن ما تطلعوش حاجة انتوا ما بتاكلوش منها. نفس الفكرة في شنط رمضان اللي احنا بنطلعها. نشوف احنا بنحب ايه ونحط في الشنط دي. يعني احنا بناكل مكسرات وجايبين مكسرات للبيت عندنا، فاحنا نحط في الشنط دي حتى لو كميات قليلة. طبعا الدنيا غالية وكل حاجة أسعارها غالية، فاحنا ممكن نجيب كميات قليلة بدل ما نجيب حاجة رخيصة وتبقى كتير واللي قدامنا مش هياكل منها. نجيب من اللي احنا بنحبه، يبقى كده عملنا زي ما ربنا قال بالظبط، أنفقنا مما نحب. دلوقتي هقول لكم البرجر هنعمله ازاي. انا دلوقتي معايا 3 كيلو برجر او 4 كيلو برجر، انا مش فاكره بالظبط. هيبقى مفروم وشين. هنقول للجزار افرمه وشين. كل كيلو برجر هنحط عليه كيس خلطة برجر الجاهزة اللي احنا بنشتريها. هو مفروض الكيس لنص كيلو، بس لا احنا لسه هنحط بهارات تانية، فاحنا عايزين كيس واحد للكيلو. هنحط لكل كيلو معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح ومعلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر. هنحط سنة قرفة بسيطة، زي ما احنا شفنا عجننا بايدينا كويس جدا لغاية ما انسجة اللحمة دخلت كلها في بعض. هنكون مجهزين صاج وعليه ورقة ألمونيا. احنا دلوقتي مش هنقلي البرجر لانها كمية، فاحنا مش هينفع نقليه على النار من فوق. احنا هندخل كل البرجر الفرن هيدينا نفس النتيجة بالظبط. نسيت اقول لكم ان اللحمة لازم يبقى فيها نسبة دسم او نسبة دهن 20%. هيبقى معانا مكبس البرجر زي ما احنا شايفين، كيس تلاجة هنفتحه برضو زي ما احنا شايفين كده بالظبط ونحطه في المكبس عشان يطلع معانا بكل سهولة. الصاج اللي هنرص عليه البرجر نكون مغلفينه بورق الألمونيا كويس جدا. اولا مش هيلزق في الصاج، ثانيا هيبقى برضو محافظ على نظافة الصاج او الصواني اللي احنا هنستخدمها. كده احنا مش هنبهدل الدنيا حوالينا والموضوع مش هيبقى صعب علينا. اهم حاجة قبل ما نعمل اي اطعام لو عاملينه لوحدنا في البيت، نرتب افكارنا ونرتب الحاجة اللي احنا هنعملها بكل نظافة وبكل نظام علشان الوقت ما يبقاش كبير معانا والمجهود ما يبقاش كبير معانا. احنا جبنا العيش، عمال ما البرجر يستوي في الفرن احنا دخلناه على درجة حرارة 200. كنا مسخنين الفرن قبلها ودخلنا السجان ورتبنا كل السجان اللي احنا عملناها الكمية كلها وخلصناها. دخلنا على العيش، بدل ما نفتح رغيف رغيف واحنا بنعمل السندوتشات هنجهز كل العيش مفتوح ونفتحه زي ما انا بعمل كده. كده يبقى احنا كده رتبنا افكارنا، جهزنا العيش، جهزنا البرجر الاول بنظافة ونظام، ومسحنا حوالينا اول باول الترابيزة او الرخامة او اي حاجة احنا شغالين عليها بنظافة برضو، بدل ما الحاجة تقع على الارض والعيش يقع على الارض وتبقى بهدلة ويبقى في مجهود كبير بعد كده ونزهق من عمايل الاطعام. يعني ما نيجي نعمل اطعام نشيل همه، لا احنا كده هنعمله بكل سهولة ونظام ونظافة من غير ما نتعب. البرجر عايز خس، فاحنا بنجيب الخس كله ونقطعه مرة واحدة ونحطه في حاجة كبيرة ونغسله ونحطه في مصفى ونسيبه على جنب. طبعا ننضف الحاجة كويس جدا ونغسلها كويس جدا كأنها لبيتنا بالظبط. لازم يبقى عندنا ضمير في عمايل الإطعام. يعني ما نقولش احنا مش هناكل منه نعمل اي حاجة، لا كل حاجة نعملها بنظافة زي ما هناكلها ونأكل عيالنا بالظبط نعملها للناس برضو. عايزة اقول لكم حاجة، الطعام ده احنا بنعمله احنا اللي محتاجين ثوابه واحنا اللي محتاجين فضله. يعني مش الناس اللي احنا هنوزع عليهم الاطعام. مش نقول الناس هي اللي محتاجة الاطعام احنا هنعمل، لا احنا اللي بنستفاد اكتر من الاطعام ده. إيه، انا دلوقتي هقلي بطاطس، انا جبت بطاطس جاهزة شيبسي. احنا ممكن نجيب بطاطس طبعا ونقشرها تبقى اوفر كتير وهتعمل معانا كمية اكبر. ولما نيجي نقلي البطاطس او نقلي اي حاجة ياريت تبقى حلة
حطيتها عالية زي كده. كده مش هتبهدلي البوتاجاز، مش هتبهدلي الازاز بتاع البوتاجاز ولا الارض ولا هدوم ولا زيت هيتنطور في اي حتة. كده البرجر، اول صاج من البرجر طلع معايا، شايفين زيه زي المقلي بالظبط. بالعكس ده كده احسن كمان، مش شارب زيت كتير او محروق او ني. كده مستوي 100% من غير اي دهون. هو الدهون بتاعته هي اللي نزلت منه، هي اللي سوته. لو في حتة فحم كمان ممكن نحطها في الصينية ونحط عليها معلقة زيت يدخن، هيبقى زي المشوي بالظبط. هنطلع في صينية جنبنا، نكون مشغلين البطاطس جنب الفرن طبعا، كله مع بعضه عشان الوقت. كده هنخلص كل الكمية بتاعة البطاطس وكل الكمية بتاعة البرجر هنخلصها في الفرن أول بأول، ونطلع كل حاجة في حاجة كبيرة جنبنا. والخس كمان اتغسل واتصفى، والطماطم قطعنا طماطم طرنشات عشان نحط في سندوتشات. الكاتشب مش هنحط في السندوتشات نفسها، هنحط اكياس كاتشب جنب البطاطس. ممكن نحط جوه الساندوتش بقى، نحط مايونيز، تومية، اللي احنا عايزينه، شرايح جبنة. احنا ممكن نزود اي حاجة، اي اضافة احنا عايزينها ممكن نحطها. العيش جاهز معانا متفتح كله محطوط في الكيس، رجع الكيس تاني. هنرتب الساندوتش دلوقتي بالطريقة اللي تعجبنا، يعني هنحط دلوقتي شريحة طماطم مثلا، هنحط قطعة البرجر، هنحط الخس، البطاطس هنخليها لوحدها في طبق. انا دلوقتي حطيت مايونيز على العيش نفسه، وبعد كده هحط الخس، وهحط بعد كده شريحة طماطم، وبعد كده قطعة برجر. ده الترتيب اللي انا عملته بيه. الساندوتش طعمه تحفة وريحته تحفة، بجد احسن من اي مطعم هتشتروا منه. الحاجة في البيت ليها طعم تاني ونكهة تانية ونظافة، طبعا احنا واثقين في حاجتنا اللي احنا عاملينها في البيت. وحاجة زي كده المفروض احنا نكون واثقين فيها 100%. دي حاجة بتاعت ربنا وحاجة رايحة لربنا، فلازم تطلع على أكمل وجه وأحسن صورة. يعني حتى طريقة التقديم مفروض زي ما احنا بناكل في البيت أو أحسن كمان، كأن مطعم هو اللي مقدمها لنا. يا رب يتقبل من كل حد شارك. انا عايزه اقول لكم اللي ممكن تشاركوا بمجهودكم، بس يعني تجمعوا فلوس وتعملوا اطعام، يبقى عليكم المجهود وحد تاني مساهم بالفلوس، او العكس. او ممكن تتشاركوا في كل حاجه ليها متعه تانية خالص وانتوا بتعملوا اطعام. يعني اللي مجربش يعمل اطعام بايديه يجرب او يشارك، هيحس بمتعه فظيعه. وبرضو تشاركوا في توزيع الاطعام بابتسامه بكل حب، ولما تشوفوا فضل الاطعام مش هتبطلوا تعملوه. يا رب يتقبل من كل حد هيعمل زيي وهيعمل الإطعام ويتشارك في إطعام. مش لازم تعملوه لوحدكم، مش لازم مجهود لوحدكم، مش لازم فلوس لوحدكم. دلوقتي ممكن تجمعوا من بعض وتقوموا تعملوا إطعام. الوقت اللي احنا فيه ده بالذات محتاج اللي احنا نعمل كده. بجد الإطعام له فضل عظيم وواسع. لو عايزين تشوفوا السعادة بجد في الوقت اللي احنا فيه ده، اللي الناس كلها، أغلب الناس في حزن وكرب، هتشوفوا السعادة بجد لما تعملوا الإطعام حتى لو بأقل القليل. يا رب يتقبل من كل حد شارك معايا في الإطعام ده، وجزاكم الله خيرا. وبالنسبة لتوزيع الوجبات، الأقربون أولى بالمعروف. يعني كل واحد يشوف اللي حواليه، البيوت اللي حواليه، الناس اللي حواليه، أصحاب جيران صحابه، يشوف مين أقرب حد محتاج ويديله. لو كل واحد شاف اللي محتاج في دايرته، كده مش هيبقى في حد محتاج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان ناس كتير تستفاد، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.